قبل أي حاجة، خلينا متفقين إن السحر موجود، وخلينا كمان متفقين إن في ناس اتأذت، في ناس ماتت، في ناس كمان حياتها اتدمرت لمجرد إنهم دخلوا في دوامة السحر، لمجرد إنهم دوروا في عالم المفروض ما يدوروش فيه. إيه اللي ممكن يحصل معاك لو قدرت يكون معاك كتاب من أخطر كتب السحر في التاريخ؟ كتاب من كتر خطورته اتحرف، اتشالت منه صفحة كتير جدا، لكنه برضه لسه متسيد عرش أخطر الكتب اللي اتكتبت في التاريخ. أظن إن أنت من كلامي عنه عرفته. كتاب شمس المعارف. على مدار السنين اتكتبت كتب كتير جدا عن السحر، تحضير الأرواح، استدعاء الجن، وكل اللي يخطر على بالك من عالم الظلام ده. وأكيد اسم شمس المعارف عدى عليك في يوم من الأيام، حتى لو بمجرد السماع. بس لو ما تعرفش، خليني أقولك، شمس المعارف كتاب بيتقال عليه إنه أخطر كتاب سحر في التاريخ. اسمه الكامل شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف. اللي يخوف بقى إن الكتاب ده مش بس فيه تعويذ، ده فيه طلاسم وأعمال وصفات سفلية كتير جدا، وأسماء لجن وطرق استحضارهم والتعامل معاهم كمان. الكتاب متقسم ل40 فصل، كل فصل فيهم بيتكلم عن حاجة غريبة. فصول لتعليم السحر، فصول لعلم الفلك، وفصول تانية للتنجيم. الفصول دي بتضم طلاسم غريبة، أحراز ورموز أول مرة تتشاف في كتب سحر، حروف متداخلة ورموز ملهاش تفسير. حاجات كده لو قريتها أول مرة هتحس إنك داخل متاهة، تحس إنك كده في دوامة. بيتنسب الكتاب ده بقى لمين؟ مين اللي كتب؟ مين اللي كتب بقى أخطر كتاب في التاريخ؟ واحد اسمه أبو العباس أحمد بن علي البوني. الراجل اللي اتقال إنه عاش 102 سنة، من أصل جزائري، لف البلاد كتير وفي الآخر قرر إن هو يستقر في مصر، ومات في القاهرة سنة 622 هجريا. الراجل ده كان معروف عنه إنه متقشف، عايش لوحده ورافض الجواز. البوني ما كانش بس كاتب سحر، لا، ده كان طالب علم شرعي وألف كتب دينية كمان، منهم كتاب عظيم زي كتاب شرح أسماء الله الحسنى. بس فجأة حصل تحول غريب، حوله 180 درجة، من واحد طالب علم وعلم شرعي ومتفقه في الدين لواحد تاني خالص، واحد دخل في طريق ضلمة، طريق الأعمال والسحر، وكتب كتاب شمس المعارف. الغريب بقى إن في ناس بتقول إن البوني ملوش علاقة أصلا بالكتاب. ليه؟ لأن أول ظهور للكتاب كان سنة 1405 هجرية، يعني بعد وفاته بقرون. النسخة الأولى من الكتاب ظهرت في مكتبة في بيروت، ومن أول لحظة الكتاب عمل دوشة. ناس كتير بدأت تتكلم عن التعويذ اللي فيه، طرق جديدة لاستحضار الكائنات المظلمة والأساليب اللي ما كانتش معروفة قبل كده. يعني بص، هي حاجة من الاتنين، يا إما البوني ده كان سابق عصره، يا إما الكتاب ده ما كتبوش بني آدم أصلا. لأن بيتقال إن الطلاسم اللي فيه كانت بمساعدة كائنات تانية، كائنات من عالم تاني. التعويذ دي مفيش حد استخدمها قبل كده، قبل ظهور الكتاب ده. التعويذ دي والطلاسم اللي فيه محدش كان يعرف عنها حاجة. وبدأت القصص تنتشر، قصص غريبة، إشاعات. محدش يقدر يجزم ويقول إن القصص دي حقيقية 100%، لكن عددها مرعب. ناس بتقول إنها قرت الكتاب وشافت كائنات قدامها، ناس تانية بتقول إنهم سمعوا أصوات أو في حاجات بدأت تتحرك حواليهم بمجرد ما بدأوا يقروا في الكتاب. ناس بتحلف إن مجرد قراية الكتاب بصوت عالي بتخلي الكائنات المظلمة تظهر فورا. في قصة مشهورة جدا بتقول إن واحد جاب الكتاب لصاحبه علشان يتعلم السحر، وأول ما فتح الكتاب ليه الورق أصفر جدا والغلاف بتاعه كأنه متاكل. وأول ما بدأ يقرأ أذن المغرب،
فصاحبه قال له يلا بينا نصلي. وهما ماشيين شافوا راجل قصير شكله مرعب، شعره منكوش، وبيبص عليهم بطريقة مرعبة، طريقة خوفتهم. لكن الولد استجمع شجاعته ومد ايده يسلم عليه، لكن الراجل بدأ يتمتم بكلام غريب. والولد حس ان ايد الراجل ساقعة جدا، ساقعة كأنها طالعة كده من الفريزر. ولما بص على رجليه لقاها عاملة زي رجل الفيل، فطلع يجري. كل يوم بعد كده بقى بيقول ان هو بقى بيشوف الراجل ده في كل حتة، في كل مكان يروح ويلاقيه، لحد ما خلاص زهق وطهق وبقى بيخاف في كل لحظة في حياته وتجيله كوابيس. فقرر ان هو يتخلص من الكتاب ده واختفى. الراجل ده اختفى بمجرد ما الولد اتخلص من الكتاب. قصة تانية بتقول ان واحد حاول يصور الكتاب في مكتبة، واول ما حطوه على مكنة التصوير الكهرباء قطعت. راح مكتبة تانية، حصلت مشكلة كبيرة في المكان، فقرر ان هو ما يقربش ناحية الكتاب وخلاص كده. بس الموقف غريب، ولا انت ايه رأيك؟ ارجع واقول كل القصص دي محدش يقدر يقول انها حقيقية 100%، لكن الغريب فيها عددها كبير جدا، عددها مرعب، عددها يخليك تقول لو حتى 1% من كل قصة دي حقيقية، يبقى الكتاب ده فعلا خطير. بيتقال ان النسخة الأصلية بتاعت الكتاب مش هي اللي موجودة دلوقتي. بيقولوا ان النسخة الحقيقية يا اما اتدفنت مع البوني يا اما اخفاها كبير مرضة الجن. في ناس تانية بتيجي تقول بقى ان هي اتحرقت على ايد جماعة دينية في العصر العباسي، وفي ناس تانية اصحابنا حبايبنا بتوع نظرية المؤامرة بيقولوا ان في منظمة سرية مخبيينها عن البشرية علشان يا عيني ما توصلش للعامة وتأذيهم. لكن كل الناس متفقة عليه حاجة واحدة، ان كتاب شمس المعارف ده هو منبع للسحر، كتاب اتكتبت من بعده كل كتب السحر واخدت علمها منه، الكتاب اللي مجرد ذكر اسمه يخوف. وفي الاخر خلينا متفقين، السحر موجود، محدش يقدر ينكر ده، والايمان بيه واجب. لكن نصيحة، محدش يحاول يقرب من العالم ده مش بتاعنا، العالم ده محدش قرب منه ورجع ابدا زي ما كان، او حياته فضلت زي ما كانت في الاول. لحد هنا وخلصت حلقتنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة لو كنا على اليوتيوب. وسلام.